الاهلي بيعاني عدم الانضباط جوه الملعب مش بره الملعب. بره الملعب عندك 500 واحد ممكن يحل المشكله دي، لكن جوه الملعب الاهلي عنده مشاكل كتير. هقول لك الاهلي محتاج مدرب ليه. شريف يبدا اساسي قدام فريق مش هيديلك مساحات ومحتاج تلعب كور عرضيه عشان توصل لمرماه، يبقى بالتاكيد المفروض اللي يبدا هو جراديشار. ولما بتغير جراديشار بينزل يستلم الكوره من تحت او بيروح على الطرف عشان يلعبها هو كره عرضيه. يا نهار اسوح، تريزيجيه واقف في ال 18 بتاع انبي، وبن شرقي بيرجع لل 18 بتاع الشناوي عشان يقطع الكوره ويبدا لك هو الهجمه. هاني بيرفع كويس اخيرا في الماتش ده، اقوم مرجعه ليبرو ومحدش يرفع بقى خالص طول المباراه. زيزو في التسخين بيشتكي من الضمه، تقوم منزله يلعب اساسي، وبالتالي خسرته في 3 ماتشات مهمه منها سيراميكا والزمالك. هتقولي ما كانش فيه اصابه؟ لا كانت موجوده. الاصابه بانت ازاي؟ لما هاني بقى هو اللي بيلعب الكورنر وزيزو بيهرب منها. الخلاصه الاهلي هيفضل يسرب لو ملحقش يجيب مدير فني عنده انضباط وشخصيه يفرضها على اللعيبه، يخليهم يسمعوا له ما يسمعوش بره الملعب وينزلوا يسمعوا لنفسهم جوه الملعب.